مش ممكن على منظر البوتاجاز اللي وصل للمرحلة دي من كتر العزومات في رمضان. نزلت اقعد مع صاحبتي شوية وداخلة احط الكوبايات في الحوض، اتخضيت من منظر البوتاجاز. بصراحة انا وقفت قدامه بقيت مش عارفة اتكلم. دخلت ورايا لقيتها بتقول لي بصي سيبيه، هو انا كده كده اصلا هبيع البوتاجاز لانه هو وصل لمرحلة مش حلوة. قلت لها تبيعي ايه ده، انا هرجعه لك جديد وزي الاول. نزلت جري بسرعة جبت كرتونة المنظفات بتاعة تاتش اللي انا جبتها قبل العيد، ورشيت على الحوامل وعلى كمان العيون، ورشة واحدة منه كمان على البوتاجاز. يا بنات هتلاقي كل ده بيطلع معاكي في ثانية، من غير بقى لا تدعكي ولا سلكة ولا تتعبي نفسِك خالص فيه. بُصّوا البوتاجاز ده من أول رمضان بالضبط، وبُصّوا وصل للمرحلة دي إزاي، ورشة واحدة بس من تاتش هيطلّع لِك كل الدهون دي. جبت بقى فوطة ولمّيت كل اللي على البوتاجاز ده في ثانية، كل ده هيطلع معاكِ بالفوطة، لا هتحتاجي بقى لا سلكة ولا تدعكي ولا أي حاجة، في ثانية هتلاقي البوتاجاز بتاعِك لمع ونضف ورجع زي الفل. عايزة أقول لكم كمان إن هو بيلمع الستانلس، يعني برضه تقدري تستخدميه للحواض. رشيت برضه هنا كده وبعد كده سِبته شوية لحد ما ينزّل كل الدهون دي، وقُمت جايبة بقى الفوطة وشِلت كل ده، كان بيطلع معايا بسهولة. عايزة أقول لكم إن البوتاجاز ما خدش معايا 10 دقايق وكنت مخلّصاه. يعني بُصّوا بقى لا هياخد معاكِ مجهود ولا سلك بقى ولا إيدِك توجعِك ولا الكلام ده خالص. المجموعة دي كلّها النهارده أو كرتونة المنظفات دي أنا جايبة لكم النهارده عليها عرض، وكمان لو سألتِ على عرض دودو عشان العيد هتاخدي عرض على العرض كمان اللي هم عاملينه. اسألي بس على عرض دودو عشان تاخدي كرتونة المنظفات دي بسعر كويس. جيت بقى هنا برضه وقُمت عاملة الحنفية في ثانية برضه، لمّعت لي الحنفية وخلّيتها بتلمع وزي الفل. هاسيب لكم اللينك بتاعهم في أول كومنت